الخير يا شباب، عاملين ايه؟ كنت عايزة اتكلم معاكم في موضوع. بما ان احنا دخلنا في شهر 9، معظم المعاهد العلوم الشرعية وتحفيظ القرآن برضو بيبدأوا في الوقت ده. فبجد يعني احسن حاجة تعملوا في حق نفسكم ان تقدموا في اي معهد يعني تلاقوه قدامكم، وبجد تقدموا وتاخدوا نية يعني انتوا عايزين فعلا تتعلموا. وفي احاديث كتير جدا عن فضل ان الواحد يتعلم، بالذات العلوم الشرعية يعني والقرآن برضه، ان هو يحفظ القرآن. يعني احاديث كتير جدا يعني ان احنا نتعلم العلم، زي مثلا ايه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنة. واحاديث كتير حلوة قوي عن فضل العلم. فالواحد بجد ميكسلش، ولو عنده اي فرصة حقيقي حتى وهو بيدرس، يعني مش في الدراسة على فكرة مش عائق بجد. يعني هو مثلا بيبقى يوم في الاسبوع او بالكتير قوي يومين، وممكن الواحد يعني ما ينزلش يومين وينزل يوم واحد، يعني في اوبشن الواحد يعني على حسب المعهد. بس عموما انزلوا بجد، انزلوا حتى لو الواحد مثلا عنده شغل او دراسة او ايا كان. لا لا بجد ميفوتش الفرصة دي، يعني وميحرمش نفسه منها. يعني حقيقي متعة بجد، حقيقي متعة جدا. وحفظ القرآن ويقعد يراجع والآيات يعني بجد وهيعرف حاجات كتير قوي وأحاديث. يعني فعلا حقيقي متعة محدش هيحس بيها إلا اللي جربها. فالواحد بجد ميحرمش نفسه من الموضوع ده أيا كان سنه. بجد يعني بجد يبدأ حتى لو شخص كبير وقال أنا خلاص راحت عليا ولسه هدرس ومعرفش ايه، لا بجد ميحرمش نفسه من الفرصة دي خالص. يعني هو الموضوع بس مش للصغيرين، اللي هو الصغيرين بس يحفظوا قرآن ومش عارفة ايه، لا خالص بجد. بجد احنا شفنا ناس يعني فاقدين السمع والبصر وحافظين قرآن. يعني بجد القرآن يعني يسير على من يسره الله طبعا. بس الواحد يعني يبدأ حقيقي يبدأ. وبس. سلام.